شتاء بارد يتحسس معه رؤساء الجماعات المحلية نقاوة ملفاتهم قبيل انتخابات حاسمة الصيف المقبل. فمع اقتراب موعد الاستحقاقات الانتخابية الجهوية والجماعية المقبلة، دشن وزير الداخلية حملة تطهير إن صح التعبير بين رؤساء الجماعات المحلية المتورطين في ملفات سوء التدبير والتسيير. العزل طال رؤساء جماعات ومنتخبين. قرار محمد حصاد أثار ردود فعل أشادت بهذه المبادرة باعتبارها خطوة نحو إعادة الثقة في العمل السياسي، ومؤشرا على أن وزارة الداخلية عازمة على نزاهة الاستحقاقات المقبلة. ربورتاج مبارك إبراهيمي، محمد ريشي. قرار وزير الداخلية بعزل 6 من رؤساء الجماعات يثير جدلا على الرغم من وصفه بالجرأة والشجاعة لوضع حد لسوء تدبير الشأن المحلي وتفعيل نتائج المجلس الأعلى للحسابات. قرار شجاع ينم على تطبيق منطوق وروح الدستور الجديد وتعزيز مبدأ دستوري وهو ربط المسؤولية بالمحاسبة. إعلاميا اعتبر قرار العزل خطوة إيجابية نحو ترسيخ الشفافية، وإن تم التأكيد على المتابعة القضائية. قرار كيهدف في العمق ديالو لتخليق ممارسات العمل الجماعي وتصحيح النظره اللي واخدها المواطن المغربي على المنتخبين. غير هو بالنسبه لي كيبقى قرار منقوص. العقوبه الاداريه غير كافيه، وايضا كنا نامل ان تتسع لائحه مثل هؤلاء الرؤساء الذين يسيئون الى التجربه الديمقراطيه ويسيئون الى العمل الجماعي. الرجل الشارع تلقى القرار من جانبه بارتياح باعتباره خطوة تعيد الثقة إلى العمل السياسي. الوزارة ما خدت هذا القرار حتى اكتشفت بأنه كاين سوء التدبير في هذه البلاد. فيما يتعلق بالقراءة السياسية يبدو أن يمكن أن ننوه بالقرار على اعتبار أن الجماعات التي مسها القرار هي جماعات يستشرى فيها الفساد، جماعات يستشرى فيها ما يسمى بسوء التدبير. قرار عزل رؤساء الجماعات ال6 هو وجه من وجوه تنزيل دستور 2011 الذي ينص صراحة على ربط المسؤولية بالمحاسبة.